غرامات وحبس لمراكز الدروس الخصوصية. امتحانات الصف الثالث الثانوي في شهر 3. تضارب آراء شديد جدا بين كون الامتحانات من المنزل أو المدرسة. إقامة امتحانات للصف الثالث الثانوي والصف الثالث الإعدادي من المنزل شيء مستحيل وغير مطروح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم فيديو جديد وآخر أخبار التعليم المصري. في البداية لو أنت أول مرة تتابع القناة يا ريت لو مهتم إنك تتابع في المستقبل تدوس سبسكرايب أو إنك تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ما تنساش تنزل لايك تقديرا ودعما للمتابعة المستمرة. فرض غرامات على مراكز الدروس الخصوصية أو أي تجمعات طلابية في الفترة القادمة، وكمان غرامة 4000 جنيه قيمة للي هيتمسك بمعنى أصح في تجمع طلابي، أو المعلم اللي هيكون عامل تجمعات طلابية أو أي مركز دروس خصوصية هيكون عليه غرامة 4000 جنيه مقابل المساءلة القانونية، أو كمان بالإضافة إلى إنه هيتاخد إلى القسم ويتعمل معاه تحقيق لأنه عمل تجمعات طلابية في ظل الجائحة المنتشرة حاليا. وده طبعا بناء عليه هيتم إغلاق المراكز بتاعة الدروس الخصوصية، وإحنا قلنا كده في فيديو قبل كده. امتحانات للصف الثالث ثانوي في شهر 3. الوزارة بتستعد إنها تعمل امتحانات تجريبية للصف الثالث الثانوي في شهر 3 المقبل. طبعا الامتحان ده هيكون على التاب من المنزل وهيكون من غير درجات، وده عشان طلاب الصف الثالث ثانوي يتعلموا أو يتعودوا عن شكل الامتحان الجديد أو شكل الامتحان ونظام الامتحان بشكله الجديد، بغض النظر عن امتحان الثانوية العامة. يعني هيكون لسه مستقبلا في شهر 6 او لسه بدري عليه يعني. وما نعرفش هيقام في موعده ولا هيتأجل ولا الظروف هتبقى عامله ازاي، ولكن امتحان التجريبي هيقام في موعده في شهر 3، وغالبا هيكون 15/3 للصف الثالث ثانوي عشان يتدربوا على شكل الامتحان الجديد. تضارب الآراء الشديد بين كون الامتحانات في المنزل أو المدرسة للصفين الأول والثاني الثانوي أو لجميع الصفوف تقريبا. كل الصفوف حاليا أو كل الطلاب بتتساءل هل الامتحانات تبقى من المنزل أو هتبقى من المدرسة. القرار النهائي والقرار الأخير أو القرار اللي تم إصداره بشكل رسمي في المؤتمر الأخير هو إن أولى ثانوي وتانية ثانوي هتكون من المنزل على التابلت، وده طبعا بتوجيه من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. ولكن دكتور طارق الشوقي وزير التربية والتعليم طلع ونفى أكتر من مرة وقال إن الكلام ده سابق لأوانه ومش مطروح ودي مغالطة وانتوا فهمتوا غلط والكلام ده كله. لكن لو استمر الوضع كما هو عليه ستقام امتحانات الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي من المنزل. أما عن باقي الصفوف الدراسية فدكتور طارق شوقي قال إن الأبحاث هتكون آخر حاجة هنفكر فيها، وده بسبب الاستغلال السيء اللي الطلبة استغلوا فيه طريقة الأبحاث. الطريقة الجيدة للتقييم استغلوها بشكل خاطئ وأولياء الأمور استغلوها بشكل خاطئ، فبالتالي مش هنكررها تاني لأن ده بيعمل حاجة زي تقييم أو طريقة تقييم غير عادلة، ومش هيكون في تكافؤ فرص في الحالة دي بسبب حالات الغش طبعا والعمل الجماعي. اما عن اقتراح اقامه امتحانات الصف الثالث الثانوي والصف الثالث الاعدادي لان دول شهادتين او سنتين متوقف عليهم مصير او مرحله متقدمه او بينقلوك من مرحله لمرحله، الدكتور طارق شوقي او وزاره التربيه والتعليم قالت ان اقامه الصف الثالث ثانوي والصف الثالث اعدادي من المنزل ده شيء مستحيل وغير مطروح، لان الصفين دول بالذات محجومين بمجموع، والصف الثالث ثانوي ليه ماده دستوريه بتنص على اقامه الامتحانات بتاعه ثالثه ثانوي من اللجان زي ما اقيمت السنه اللي فاتت ونزلوهم السنه اللي فاتت عشان يمتحنوا. لكن المره دي او السنه دي مش هيكون في تعامل ورقي خالص، هيكون كل التعامل بشكل الكتروني، ولكن برضو في لجان مؤمنه. اما عن الصف الثالث الاعدادي واللي الكومنتات بتاعتهم كترت جدا وتساؤلاتهم كترت جدا، احنا كصف ثالث اعدادي السنه اللي فاتت قدرنا ان احنا نلغي الترم الثاني عشان نعتمد او اعتمدنا على مجموع الترم الاول. الترم ده طبعا احنا لسه ما خدناش مجاميع ولا عملنا حاجه، هنمتحن ازاي او هنعمل ايه؟ فبالتالي الصف الثالث الاعدادي من الواجب ومن اللازم انهم يقام ليهم امتحانات، ولكن برضو هتكون من اللجان المدرسيه في المدارس. اما عن باقي صفوف النقل بقى اللي هي من الرابع الابتدائي لحد الثاني الاعدادي، فهل هيكون في مرونة في التقييم وهل هيكون في بدائل لإقامة امتحانات من المدارس؟ الأيام القادمة إن شاء الله تكشف لنا ده بالتحديد، ولكن آخر كلام من الدكتور ترشوي إن وسيلة الأبحاث بعيدة إلى حد ما عن تطبيقها بسبب الاستغلال السيء لهذه الوسيلة. ده كان كل حاجة عندنا في أخبار التعليم وملخص أخبار التعليم واللي بيحصل في التعليم المصري في الساعات الأخيرة. لو أنت عايز تتابع كل جديد زي ما قلت لك ما تنساش إنك تشترك وتفعل زر الجرس، كمان ما تنساش تنزل لايك تقديرا ودعما. نشوفكم في فيديوهات جديدة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.